مرحبا ابن العم، كيفك؟ استاذ علي كولو المحترم. انا كردي من حماة، من ريف حماة. انا مقيم باحدى الدول الاوروبية يا ابن عمي. نحن الكرد المنتشرين سواء في حماة، اللاذقية، ادلب، حمص، دمشق. للاسف من زمان نحن نسينا لغتنا الكردية، علما انه انا جدي كان يحكي كردي، مات وهو يحكي كردي. بس نتيجة الضغط ومنع الحكومات المتعاقبة، ونتيجة محيطنا اللي كان يحكي عربي، أو كانوا سواء كانوا عرب أو مستعربين، للأسف نحن تركنا اللغة، وهذا خطأ كبير يا ابن العم. ولكن أنه هذا ما بيعني أنه نحن تركنا أصلنا. إذا أنت نسيت لغتك، هذا ما بيعني أنه نحن نسينا كرديتنا أو تغير دمنا أو صرنا عرب. هذا كلام موجه للكرد اللي ناطقين في الكردية في عموم سوريا. أنا دعيت لاجتماع لكردنا من كام يوم، وأنا كمان حضرته، كنت سعيد جدا. لما حكيت عربي، كثير من الكرد الموجودين صاروا يعاملوني بعنصرية، وصاروا يبتعدوا عني وما يعتبروني كردي. صاروا يعملوا عنصرية تجاهي في مواجهتي. طبعا مو من حقهم، هذا الشيء زعجني. فبدل ما يحتضنوني يشجعوني، بدل ما يعلموني، بيشوفوني غير كردي. طبعا مو من حقهم هذا أبدا. أنا كردي مثلي مثلهم. نحن بنحب قوميتنا، بنحب كرديتنا، وبنفتخر إنه نحن كرد. أنتو يلي ناطقين باللغة الكردية مو ضروري تعايرونا إنه نحن ما بنحكي كردي أبدا. لازم تحتضنونا، خلونا قريبين من بعضنا، متماسكين متحاببين. بهذا القرب بنقوى أكثر. اللي ناطقين بالكردية واللي ناطقين بالعربية، فنحن الكرد بنكون الغالبية بسوريا. أستاذ علي المحترم، بتمنى توصل صوتي هذا للكثير يلي ناطقين باللغة الكردية واللي عم يعاملونا بعنصرية. هذا بتمنى الكلام هذا يوصل، وشكرا لكم.